كلامي ده للي مسك الموبايل متأخر، واللي اتقال لها البسي الحجاب وانت بتنشري واعدلي الطرحة وما تقفش في وش باب حد رايح تزوره وخد جنب، واللي اتقال له لما تيجي تسلم على حد اقف واغسل ايدك قبل ما تاكل وكل من الموجود وسمي وربع رجلك وانت بتاكل وكل من قدامك، وما تعليش صوتك وانت بترد ولم رجلك وانت قاعد، واسمها نعم مش ايوه، قول حاضر ما تقولش ماشي، شيل الطوبة من الطريق حطها في جنب احسن حد يتكعبل فيها، وساعد عمك لحد يعدي الشارع، اقعد مع الضيوف لحد ما ابوك يجي، انزل مع الضيف لحد باب البيت، واللي اتقال لهم ما تخاصمش على خصام حد، ولما تروح تزور حد عيان ما تقعدش كتير، ما تجيبش سيرة غيرك، ملناش دعوة بغيرنا، وما تردش على الكلمة بكلمة واسمع كلام اللي أكبر منك، واللي اتقال له بص للي أقل منك علشان ترضى وما تبصش للي أحسن منك غير علشان تتعلم منه، اللي ما كانش بيتقال قدامه كلمة غلط في حق جار أو قريب علشان يكبر وقلبه صافي من ناحية الأهالي، هم دول اللي اتزرع جواهم الفطرة السليمة، مهما شافوا ومهما عاشوا لا يمكن يتغيروا ولا يخرط على شخصياتهم اللي بيحصل حواليهم، جيل بيقاوح وبيمشي عكس التيار علشان يفضل محافظ على اللي اتقدم عليه، وبيدعي ربنا سبحانه وتعالى يعرف يربي أولاده زي ما تربى هو ويطلعهم أسوياء نفسيا، عندهم من حسن الخلق والتربية اللي يخليهم في أي قعدة ومكان ليهم قيمة واحترام وكيان، ربوا عيالكم وصحبوهم يا جماعة، التربية بذرة ومسيرها في يوم من الأيام تنبت وتجنوا ثمارها من أولادكم، والناس ما بتقولش الله يرحم اللي دبق، ولكن بيقولوا الله يرحم اللي ربى، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام عليكم. وداعا يا أحبتنا وداعا وداعا والقلوب على اتصال، سأذكركم وأغمض جفن عيني وقد أبدو كأني لا أبالي، وفي قلبي من الأحزان نار يزيد ضرامها طول الليالي،